السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مختلف شوية، هتكلم فيه عن نقاط مهمة جدا في مجال التداول للناس اللي هي حابة تخش مجال التداول أو دخلت مجال التداول. المجال ده بنسبة 100% بتتعامل معاه مع الجانب النفسي. كل القرارات اللي أنت بتاخدها بعد فهمك للتحليل، وإنك بتعرف تقرا الشارت وبتعرف تحلل بشكل كويس، الباقي أو النسبة الأكبر فيه هو نفسية. وركزوا في كل النقاط اللي أنا هقولها في الفيديو ده. اولا، ما ينفعش باي شكل انك تتداول وانت عليك ضغوط ماديه. كل قراراتك هتبقى غلط، وبالتالي الخساره هتبقى كبيره وممكن توصل ل 100%. ما ينفعش تدخل مجال التداول او تتداول بنيه او بفهم انك في خلال وقت قريب هتسدد ديون عليك وهتسدد التزامات عليك. هتخسر كل فلوسك وكل قراراتك هتبقى غلط لانها مبنيه على مبدا انك مضغوط وعليك التزامات كبيره جدا وعايز تنجزها. الموضوع هيبقى كارثي بالنسبه لك. التداول مش هو المجال اللي بتحقق منه ارباح سريعه في وقت قليل. انت اولا انت ممكن تاخد على الاقل 6 شهور تدريب وتعليم وانك بتجرب على اكونت على حساب تجريبي بدون راس مال حقيقي، وبتجرب كتير وبتجرب استراتيجيات كتيره جدا جدا، تمام، لحد ما توصل للاستراتيجي اللي انت تقدر تشتغل بيها بشكل قوي. ثم بعد كده تقدر تتداول براس مال حقيقي. فالتداول مش المجال اللي انت ممكن تخشه النهارده فتعمل منه ارباح تاني يوم. الموضوع لو فكرت فيه بالشكل ده هتخسر برضو كل فلوسك. انت ستيب باي ستيب عملت ربح بسيط، تمام، بتقدر تزود تريسك بشكل بسيط قوي بجزء من الارباح اللي انت كسبتها تدريجي. ممكن خلال سنه تقدر تكون عملت ربح بالنسبه لك مرضي. نقطه رقم 3 ودي برضو مهمه جدا جدا، هتخش مجال التداول يبقى لازم تتعلم. فكك من اي حد يقول لك اصل انت لو دخلت النهارده مبلغ هيجي لك بعد ربع ساعه. فكك من الهاتش ده كله، لان ده اكتر مجال فيه محتلين ونصابين وممكن تتغفل ويضحك عليك بسهوله جدا. عايز تخش مجال التداول وتطبق الشروط اللي انا قلتها وتبقى عارف ان الربح هيجي تدريجي، وممكن في الاول يبقى في خساره بس انت اللي بتتحكم في الخساره بتاعتك. بس لو ما طبقتش القاعده رقم واحد وبقيت تتعامل معاه انك عايز تسد ديون وتسد التزامات وبتاع، فبالتالي هتخسر كل راس مالك. لكن لو بتتعامل معاه بناء على علم واحترافيه، فانت هتبقى محدد انا لو خسرت هخسر كام من راس مالي وتبقى حاطط ستوب. النقاط دي كلها مهمه جدا جدا جدا. خلي بالك من النقطه رقم 3 لانها مهمه جدا. النقطه رقم 4، بلاش كثره الصفقات. بلاش يبقى انت كل التعامل بتاعك مع شرط ان انت عايز تفتح صفقات كتيره، تمام، هتخسر كتير. صفقات كتيره معناه احتماليه خساره اكبر، احتماليه خساره كبيره. انت لازم يبقى عندك صبر قوي جدا في امتى تفتح الصفقه وامتى تقفلها. وبتفتحها من المكان اللي انت خلاص انت بتحط ستوب لوز وبتحط الهدف بتاعك وخلاص، ما بتتسحلش قدام الشرط. انت ممكن تسيبه وبعد كده تيجي ترجع تشوف تحليلك كان مظبوط. طب لو انا خسرت او الصفقه بتاعتي ضربت الستوب لوز، فخلاص هو بيبقى مثلا بنسبه 5% من راس مالي. فلو انا مثلا شغال ب 1000 دولار فانا خسرت مثلا $50. انا 5 في 5%، ما يعادل $50. طب لو انا كسبت هبقى كسبت كذا. فخلاص انا عارف انا هكسب كام وعارف ان انا هخسر كام. وصفقه بلاش كثره الصفقات. انت ممكن مثلا تبقى مستني صفقه في اليوم، ممكن ما تجيش الصفقه اللي انت مستنيها وتستناها تاني يوم وهتفتحها تاني يوم وخلاص. مش شرط ان انا لازم كل يوم اكون شغال وكل يوم اكون بفتح صفقات. النقطة رقم 5 ودي مهمة جدا، ما تعاندش مع السوق. ما تعاندش مع السوق. انت لا اشطر من السوق ولا اقوى منه. ما تعاندش مع السوق. وعلى فكرة نقاط كتيرة من اللي انا بتكلم فيها كانت اخطاء انا وقعت فيها في بداية دخولي للمجال. ويعني من كتر ما انا يعني حصل ضرر او خسرت فانا عايز الناس تخلي بالك ما تقعوش في الحياه دي. يمكن انا ما لقيتش في الاول اللي يقول لي خلي بالك من كل النقاط دي، واعتمدت على نفسي بنسبه 100% ان انا اتعلم. فجربت، كان الموضوع معتمد على التجارب العمليه اكتر. فكانت في اخطاء كتيره في الاول. فبقول للناس خلي بالكم، خلي بالكم من كل النقاط اللي انا بذكرها في الفيديوهات دي، لانها ممكن تخليك يعني تتفادى خسائر كبيره جدا ومشاكل كبيره جدا ممكن تقع فيها. طيب يعني ايه ما تعاندش مع السوق؟ يعني انت فتحت صفقه حاطط ستوب وحاطط هدف، تمام، انت متابع صفقتك او جيت تبص على صفقه بعد كده لقيتها ضربت ستوب، خلاص بلاش تعند مع من السوق بقى وتيجي تقول لا انا عايز اعوض اللي انا خسرته، فتيجي تفتح تاني فتخسر تاني.
استنى يا باشا خلاص، انت ممكن مثلا تلعبها ازاي او تشتغلها ازاي. لو انا مثلا هشتغل كل يوم، لو انا الموضوع بالنسبه لي ان انا هشتغل كل يوم، فانت بتبقى مظبطها. انا لو انا حققت، انا شغال يوميا، فلو انا حققت في اليوم البروفيت بتاعي، ولنفترض ان انت بتشتغل مثلا 50 خساره 100 مكسب مثلا، لو انت حسابك مثلا 2000 دولار او 1000 دولار، على حسب الرينج اللي انت شغال بيه، من اثنين بنسبه 1 ل 2، واحد خساره 2 مكسب. يعني لو انا شغال مثلا زي ما انا قلت 1000 دولار، فانت يا اما ايه بتكسب 100 دولار، يا اما بتخسر 55. لو الصفقه بتاعتك فشلت، ما نجحتش، وضربت ستوب وخسرت 50 دولار، خلاص اطلع من السوق النهارده. خلاص انت التارجت بتاعك اليومي سواء مكسب او خساره اتحقق خلاص. طب لو حققت بروفيت 100 دولار، اطلع من السوق، ما تطمعش. انا مثلا في البدايه خالص كانت في ايام، هو احنا عندنا في المجال احنا بنشتغل حد واثنين وثلاثه واربع وخميس وجمعه، قصدي اثنين وثلاثه واربع وخميس وجمعه. ففي مثلا انا اثنين وثلاثه واربع في اسبوع عملت 400 دولار مكسب، ولما دخلت السوق خميس وجمعه خسرتهم. النقطه دي مهمه جدا، ما تاخدش الموضوع على اعصابك في ما يخص مجال التداول. انت يوميا على مدار اليوم فتحت صفقه او اتنين، على حسب انت محدد انا الخساره اليوميه بالنسبه لي هتكون كام والمكسب هيكون كام. لو الخساره اليوميه بالنسبه لك 50 دولار، فانت بالتالي حتى لو انت فتحت صفقتين، فانت بتبقى محدد ان انا هخسر 25 دولار مثلا في كل صفقه. لو انت فاتح صفقتين، فتحت 3 صفقات، فانت مثلا بتبقى محدد ان انا هخسر في صفقتين من الثلاثه مثلا كل صفقه 15 دولار، وفي الصفقه الثالثه مثلا 20 دولار. انت بتبقى محدد الخساره بتاعتك. تمام. طيب الموضوع جاب مكسب او جاب خساره على حسب التارجت او الحد اليومي اللي انت حاطه، خلاص اطلع من السوق. لو خسرت ال 50 دولار، الحمد لله، واطلع من السوق. بدل ال 50 ما تبقى 100 وتبقى 150. جبت ال 100 دولار، قول الحمد لله بقناعه ورضا. اللي بيقول لكم الكلام ده على فكره في البدايه يعني وقعت في الاخطاء دي بشكل كبير، بس يعني بحذر الناس وبقول للناس خلي بالكم منها، واللي يقول لكم غير كده يبقى بيضحك عليكم. جبت المكسب بتاعك ال 100 دولار، قول اللهم لك الحمد وخلاص. تمام. ممكن تسحب الارباح بتاعتك وتستفيد بيها يا باشا، واستعد واجهز لتاني يوم علشان تشتغل. خد الخطوات اللي انا قلتها دي كلها مبادئ بالنسبه لك وقواعد، ما تكسرهاش باي شكل من الاشكال، لانك هتتاذي. اتعلم مجال التداول، جرب. نقطه تانية مهمه جدا واخيره، بلاش الاعتماد على استراتيجيات كتيره جدا يا باشا. انت شوف النظام اللي انت مرتاح بيه، الاستراتيجيه اللي انت يعني ظابطه معاك وجربتها كتير واشتغل. بلاش تبقى شغال ب 10 استراتيجيات او 5 استراتيجيات انت معتمد عليهم في فتح الصفحه. لا، هو مثلا استراتيجي انت دارسها كويس واشتغلت عليها فتره، نظام معين مثلا SMC مثلا انت درسته كويس وشغال عليه كويس وجربته كتير وحققت منه نتائج، واشتغل بيه.